اوبا، اخيرا جبنا كاميرا. السلام عليكم، إيه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. من حوالي شهر كده كان في عرض على الكاميرا دي بدل 850 يورو كانت ب 700. ورحت اجيب الكاميرا دي ما لقيتهاش، وقفت اتكلم مع راجل شغال في المكان واقول له ان العرض ده كان لسه موجود امبارح، واوري له في سكرين شوت واوري له في الموقع كان لسه موجود امبارح. الاقي العرض خلص، اجيبه يمين شمال عمل لي فيها من بنها ويقول لي العرض خلص يا فندم ومش عارف ايه وبتاع. قلت له خلاص ماشي. بعدها بكام يوم نزل عرض على الكاميرا اللي انا كنت عامل لها ريفيو قبل كده، الجو برو هيرو 10 بلاك. رحت جبتها على امل ان هي تكون كويسه في التصوير وكده، عشان انا بحتاج زاويتين تصوير مش واحده. المهم الكاميرا دي طلعت مش عمليه زي ما قلنا في الفيديو بتاع المراجعه بتاعها، ورحت رجعتها وجبت بدلها موبايل وقلت يمكن الموبايل يكون عملي. اكتشفت برضو ان الموبايل اللي انا جبته كان فيه مشكلتين وما كانش هينفع يكمل معايا في القناه، لحد ما لقيت العرض نزل تاني على الكاميرا دي، وبدل ما كان نازل المره اللي فاتت ب 700 نازله ب 550. الكاميرا دي هي سوني ZV-E10. الباكج دي للفلوجز وصانعين المحتوى، بيجي معاها كيت لينس وشنطه وكارت ميموري زي كادو كده عشان تبدا المحتوى بتاعك. الكاميرا الوحيده ب 850 يورو، والكاميرا معاها الكيت لينس والشنطه والميموري ب 850 يورو برضو، وفي العرض ديت ب 550. فانا جبتها. طبعا انا فكيت الكرتونه وطلعت الكاميرا وجربتها، بس انا هعمل معاكم انبوكسنج سريع واقول لكم الكرتونه بيجي فيها ايه. اول حاجه بيجي الشنطه بصراحه حلوه، خامتها كويسه ومتقفله كويس، فيها مكانين جوه، واحد للكاميرا وواحد للعدسه، والسوسته ديت غالبا للشاحن، المكان ده للميموري. وبيجي الكاميرا نفسها تيجي في البوكس ده، طبعا كتيبات التعليمات وكارت الميموري. بيجي معاه كارت ميموري 32 جيجا بس سرعته بطيئه 90 ميجا في الثانيه. كتيبات التعليمات طبعا اللي محدش بيفتحها في حياته دي، بس لازم نحطها في البتاع. بعد كده الشاحن، والشاحن عباره عن وصله من USB A ل USB C، ومعانا هنا دي زي وصله تانية، واللي في النص ده محول زي محول كده عشان يهدي الطاقه، لان انت ما ينفعش تشحن الكاميرا بشاحن سريع. بس هو ده الشاحن. يفضل تشحن الكاميرا بالشاحن ده او تشحنها بشاحن عادي، بس يكون شاحن عادي مش شاحن سريع. بيجي معاها الديد كات دي، لان الكاميرا بيجي جواها مايك كويس جدا، ودي الديد كات بتاعته لو انت عايز تستخدم الكاميرا نفسها من غير ما تحط عليها مايك خارجي وكده، بس طبعا ما حدش بيعمل كده، بس هي جاي معاها الديد كات بتاعتها. برده بيجي معاها الوصله دي المفروض ان هي الامريكا تقريبا، لانهم هم ما عندهمش الفلاش دي، عندهم الفلاش الثلاثيه. وطبعا الكاميرا بقى نفسها السوني ZV-E10. طبعا ما فيش حد فينا ما بيحبش الكاميرات البروفيشنال، كلنا بنحب الكاميرات البروفيشنال، بنحب الصوره اللي بتطلع من الكاميرا البروفيشنال. والحلو في الكاميرا دي هي الامكانيات اللي هي بتديها لك، خصوصا لو انت غيرت لها الكيت لينس بتاعتها وجبت لها عدسه كبيره. الكاميرا دي بتطلع لك صوره 6K مش 4K، بس بتطلع لك في شكل 4K، يعني انت بتاخد فيديو 4K او صوره 4K بس اصلا كانت 6K، فانت بتاخد اعلى كواليتي ممكن تاخدها من الكاميرا، خصوصا من كاميرا بالحجم ده. يعني الكاميرا صغيره جدا بالنسبه للايد، ومش هتبقى تقيله معاك لو انت خرجت بيها او حاجه. وفي نفس الوقت دي اول مره اتعامل مع كاميرات بروفيشنال، فانا محتاج كاميرا ما تكونش كبيره وضخمه وتكون تقيله وتكون شيله، واحس ان انا ايه الرزيه اللي انا بليت نفسي بيها دي. فانا بصراحه كنت عاجبني الكاميرا دي، خصوصا لما شفت لها مراجعات كتير جدا. بصراحه كانت المراجعه حماسيه شويه، وكنت حاسس ان الكاميرا دي عمليه جدا ومفيده جدا لصناعه المحتوى، لان هي اصلا نازله لصانعين المحتوى، هي نازله تخصص فيديو. يعني دي احسن حاجه بتاخدها من الكاميرا دي هي الفيديو. الكاميرا دي فيها كذا زرار كده مفيدين كده من بره من غير ما تدخل في الاعداد جوه، اعتقد ان انا هستخدمهم كتير. الزرار الاولاني هو زرار بيعمل عزل هنا، ده بيخلي في عزل في الخلفيه، مجرد ما تدوس عليه بيعزل لك الخلفيه. لو انت مش عايز تستخدمه خلاص ما تشغلوش. في زرار تاني ورا هنا، ده مهم جدا، حته ان انت لو انت بتعمل مراجعه لمنتج معين وكل شويه هتقربه من الكاميرا وترجعه والحاجات دي، فبيعمل فوكس على المنتج اللي انت ماسكه. ده غير طبعا الشاشه، ان الشاشه بتاعته من النوع اللي بيلف فليب سكرين، فانا هبقى شايف نفسي وانا بتكلم، لان كلنا عارفين ان مشكله الموبايل ان انت ما بتبقاش شايف نفسك لو بتصور نفسك بالكاميرا الخلفيه. دي ميزه برده في الكاميرا دي ان هي فيها فليب سكرين، فدي هتسهل عليا حته ان انا ابقى شايف نفسي. طبعا غير الفيتشرز اللي جوه والاوبشنز وال4K والحاجات دي. في زرار هنا برضو، ده زرار الفيديو، في هنا زرار الشاتر بتاع الصور لو انت عايز تاخد صورة، وده زرار للفيديو كل واحد لوحده. ده زرار الزوم بيعمل زوم ان وزوم اوت. والعدسة دي بتخرج وترجع، لان هي فيها، تعالوا نفتحها مع بعض كده. لو فتحنا الكاميرا اول حاجة هنشيل الغطا ده، بعد كده نفتح الكاميرا هنلاقي العدسة فتحت. من هنا بتعمل زوم ان وزوم اوت، شايفين الحركة بتاعتها؟
ده بالنسبه للعدسه. العدسه فيها زوم، والزرار ده بيشتغل لما يكون العدسه بتاعتك فيها زوم اللي هي بتخرج وتطلع دي، ده الزرار ده بيشتغل ساعتها. فبصراحه انا شايف ان الكاميرا دي بدايه كويسه جدا ان انا ابدا بقى اصور بالكاميرا نفسها واتعلم ان انا استخدم كاميرا بروفيشنال. لان انا بدات على اليوتيوب في 2020، اي نعم انا وقفت تقريبا سنتين، يعني انا بدات حوالي 6 شهور بس او 5 شهور، والقناه القديمه الحمد لله كانت اتفعلت، بس انا وقفت كل حاجه وسافرت رحت المانيا ورجعت اليوتيوب من حوالي اسبوعين 3 كده. وبصراحه حبيت بقى ان انا ادخل في موضوع التصوير بالكاميرات البروفيشنال، وان انا استغنى عن الموبايل وان هو ما يبقاش الكاميرا الاساسيه بتاعتي، وحبيت ان انا اخد الموضوع لليفل تاني. فحسيت ان الكاميرا دي هتبقى بدايه كويسه وان انا ممكن اعمل لها ابجريد، يعني انا ممكن افك العدسه دي واجيب عدسه تانيه. بعكس مثلا لو انا جبت الزد في سواء 1 او 1 مارك 2 اللي هي ما بيركبلهاش عدسه، فهي مش هتبقى عمليه. اي نعم هتبقى كويسه بس مش هتبقى عمليه بعدين، يعني مع الوقت انت هتحس ان هي واقفه على اللي هي فيه ده، هي مش بتغير لها عدسات. فحسيت ان دي ممكن تبقى كويسه دلوقتي وبعدين، وان شاء الله في المستقبل ممكن اجيب كاميرا اكبر منها، هكون انا اتعلمت على الكاميرات البروفيشنال واعمل دي زي كادر ثانوي. فانا جبت الكاميرا دي من يومين تقريبا، انا حبيت اقول لكم ان احنا الحمد لله جبنا كاميرا في القناه. ده بالنسبه للكاميرا بتاعتنا اللي احنا جبناها، وان شاء الله هنبدا نصور بيها من الفيديو الجاي. واللي انا حابب اقوله، لو انت دخلت القناه بتاعتي، لو انت دخلت شفت الشورتس وشفت الفيديوهات، كل الفيديوهات اللي متصوره عندي على القناه متصوره بالموبايل. القناه القديمه برضو اللي بطلت انشر عليها كلها كانت متصوره بالموبايل. القناه القديمه كلها كانت قايمه على الموبايل الام 51 من سامسونج، وفي ملايين الموبايلات اقوى منه في الكاميرات. القناه الجديده حاليا انا بصور بالاس 23 الترا دلوقتي. فاللي انا عايز اقوله ان انت لو عايز تبدا قناه يوتيوب انت مش محتاج تجيب كاميرا، انا حتى الان بصور لك بالموبايل عادي، يعني انا دلوقتي بصور بالموبايل. فلو انت عايز تبدا قناه يوتيوب ومش معاك غير الموبايل بتاعك، فانت تقدر تعمل قناه يوتيوب ناجحه باذن الله بالموبايل بتاعك. انا اكتر من حد كان بيسالني انت بتصور بكاميرا ايه، ولدرجه ان واحد صاحبي كان بيقول لي انا ممكن اجي اعمل لك مونتاج والحاجات دي، انا بعرف بس انا عايز اقعد اصورك انا وامسك الكاميرا والحاجات دي. انا ما كنتش عايز اقول له ان انا مش عندي كاميرا اصلا، وان القناه القديمه كلها كان عليها حوالي 100 فيديو كلهم متصورين بالموبايل. هي الفكره كلها في التصوير، المحتوى انت بتقدم ايه. هو الناس مش مهتمه جوده الفيديو عامله ازاي قد ما هتبقى مهتمه انت بتقول ايه. لو دخلت على السوشيال ميديا هتلاقي قنوات كتير كبيره بسبب المحتوى بتاعهم، زي اسلام فوزي مثلا. انا بحب اشوف اسلام فوزي مع انه بيصور بالموبايل، بس انا لما بشوفه بضحك مثلا. كل القنوات الكبيره حاليا كانت بادئه بالموبايل، ولو دخلت على اي حد او اي قناه يوتيوب هتلاقيه كان بادئ بالموبايل بنسبه كبيره، وهتلاقيه كان هادي وريلاكس ومش بيتكلم خالص وقاعد محترم في نفسه كده وعامل كل الناس كده. في اول فيديوهين ليا على اليوتيوب تقريبا كان في اخر 2020، انا كنت فاكر التكتيفه اللي انا كنت متكتفها واول مره اتكلم مع موبايل، وانا مش بعرف اتكلم مع التليفون عموما، او يعني هو بالنسبه لي موبايل مكالمات سوشيال ميديا، فانا هقعد اتكلم معاه ازاي يعني. فدي الفكره، هي الفكره كلها في ان انت تظبط شويه حاجات كده. فانا في اكتر من حد سالني انت بتعمل ايه او بتصور بايه او معاك كاميرا ايه او بتمنتج ازاي والحاجات دي. فانا قررت ان انا اعمل لكم ان شاء الله فيديوهين 3 جايين كده، هقول لكم فيهم ازاي تاخد اعلى كواليتي ممكن تاخدها من الكاميرا بتاع الموبايل بتاعك، وكمان ازاي تعمل مونتاجك كله بالموبايل، وكمان ازاي تعمل الصوره مصغره بالموبايل، وكمان ازاي تفلتر الصوت بتاعك بالموبايل، كل ده بالموبايل. اما لو انت عندك لابتوب وعندك ادوبي بريمير، ففي فيديو انا رافعه على القناه ازاي تستخدم ادوبي بريمير في 33 دقيقه بالظبط، شارح فيه كل حاجه حرفيا. وبصراحه انا مبسوط ان انا شرحت الفيديو ده، لان انا بعد سنتين من غيابي عن اليوتيوب انا اصلا كنت نسيت البرنامج. فكل اللي انا عملته عشان ما الفش كتير، انا فتحت الفيديو اللي انا كنت شارح فيه البرنامج، الحمد لله في نص ساعه قدرت استرجع كل اللي انا كنت عامله وكل اللي انا كنت بستخدمه في الادوبي بريمير، لان انا شفت فيديوهات كتير جدا واتعلمت المونتاج من كذا حد علشان اقدر اوصل للي انا شرحته في الفيديو. اما بالنسبه للموبايل فده موضوعه سهل، موضوع اليوتيوب كله سهل. الفكره كلها في اليوتيوب ان انت تستمر، لازم تستمر، لازم تكمل، لازم ترفع على الاقل كل اسبوع فيديو كبير وكل يوم فيديو شورت، على الاقل فيديو شورت. في ناس بترفع فيديوهين 3، وفي ناس عامله قناه شورت بس، وفي ناس بترفع فيديوهين 3 كبار في الاسبوع، وهكذا. كل ما زودت عدد الفيديوهات كل ما بدا اليوتيوب يتعرف عليك. وفي نفس الوقت لازم يكون كل الفيديوهات لها علاقه ببعض، يعني لو انت بتعمل محتوى رياكت لازم يكون محتواك رياكت بس، ما ينفعش تعمل محتوى رياكت دلوقتي وتاني يوم تعمل فيديوهات بابجي، وتالت يوم تقوم عامل فيديوهات تكنولوجيا، ورابع يوم تقوم عامل كده يعني. لكن لو انت ما عندكش محتوى وطلع بقى احمد محسن والحاجات دي وبي وبي والحاجات دي، فانت يا صاحبي لا محتاج تتعلم مونتاج ولا محتاج تظبط صوت ولا تظبط اضاءه، كل ده في الفاضي. في الاخر انت هتطلع تعمل بي وبي وبس، هتبقى ترند تاني يوم. فالفيديوهات الجايه للناس اللي عندها محتوى وعايزه تعمل محتوى بالموبايل، عندها حاجه تقولها. كل بني ادم فينا شاطر في حاجه معينه، انت شاطر في حاجه معينه وانا شاطر في حاجه معينه، كل واحد فينا اشطر من التاني في حاجه معينه. ممكن تكون انت مش عارفها
بس صدقني مع الوقت هتعرفه. لو انت عايز تبدا قناه يوتيوب وعندك حاجه تعلمها للناس، انا بقول لك ابدا. انت لا محتاج كاميرا، انا بصورك بالموبايل اهو، فانت لا محتاج كاميرا، الكاميرا هي لسه ما استخدمناهاش، ولا محتاج اي حاجه غير ان انت تظبط اضاءتك وصوتك، وبعد كده المونتاج على التليفون وشكرا. والرفع على التليفون، انا برفع الفيديو من على الموبايل وبتابعه من على الموبايل وبعمل الوصف من على الموبايل وبعمل كل حاجه والتاجز والكلام ده كله من على التليفون. فانت مش محتاج غير التليفون بتاعك. لو عايز تبدا قناه يوتيوب ابدا. انت شايف الحاله الاقتصاديه بتعمل ايه؟ فيستحسن ان انت تقبض بالدولار زي اللي بيقبضوا بالدولار، وبالتالي كل ما قيمه الجنيه بتقل انت مش مضرور في حاجه، بالعكس انت بتقبض بالعمله الكويسه، فانت مش مضرور في حاجه. ومع الوقت كل ما القناه بتكبر انت بتلاقي دخلك بيزيد، لان المشاهدات بتتحسب على كل الفيديوهات اللي بتترفع. هتلاقي نفسك مع الوقت عايز ترفع اكتر وتزود فيديوهاتك وتزود مشاهداتك وهكذا. فلو انت شاطر في حاجه معينه انا بقول لك ابدا دوس، والموضوع كله عبيط، الموضوع كله يخلص بالتليفون. فالكلام ده مش هقول اسامي اصحابي اللي سالوني عن الموضوع ده، بس هم اول ما يشوفوا الفيديو ده هيعرفوا مين اللي سالني عن الكاميرا. انا بصور بيها، انا بصور بالموبايل يا جماعه، ما صورتش قبل كده بكاميرا، دي اول مره في حياتي اجرب كاميرا، ويا رب بس اعرف اطلع بيها كواليتي حلوه. الحاجه التانية بالنسبه للصوت، انا هقول لك تعمل ايه ارخص طريقه تعمل بيها صوت حلو. ولو انت عندك ادوبي بريمير او لو انت هتمنتج بالموبايل، ايه ارخص طريقه تطلع بيها صوت حلو، وايه اسهل طريقه تفلتر بيها الصوت من غير ما تتعلم ادوبي اوديشن والكلام ده، وايه ارخص اضاءه والحوار وتوزيع الاضاءه والكلام ده كله. انا من 2020 وانا بتعلم في الحاجات ديت وبحاول اطبقها كل فتره، وبحاول احسن من القناه وبحاول اطور المحتوى وبحاول اطور طريقه التقديم. بس انا بقول لك اهو، لو انت مش معاك غير موبايلك، اهم حاجه انت هتبقى محتاجها هو ان انت تظبط الصوت. الاضاءه ممكن تتحل بان انت تصور بالنهار، تفتح الشباك. فيديو الايفون اللي هتلاقيه موجود على القناه سيبهولك في اخر الفيديو، فيديو الايفون ده انا مصوره في الشباك عادي، انا فاتح الشباك ومصوره على نور ربنا بالنهار كده. فانت مش محتاج لا اضاءه ولا محتاج اي حاجه دلوقتي. عايز تبدا ابدا بالموبايل. اكيد كلنا طالما بتشوفني دلوقتي يبقى انت معاك موبايل، يبقى في حد في البيت عنده تليفون. ابدا. لو انت دخلت على قنوات المشاهير وجبت اول فيديوهات ليهم، صدقني انت هتستغرب ان الناس ديت كانت بتعمل محتوى بالمنظر ده. فانت بالموبايل تقدر تطلع باعلى كواليتي. هي الفكره كلها في ان انت يكون عندك حاجه تقدمها لنا. يعني انت عندك محتوى، ابوس ايدك اطلع علمنا، اطلع عرفنا حاجه جديده، فسحنا معاك. بتروح مطاعم، ورينا يا عم دوق الاكل وقول لنا مين مطعم كويس مين مش كويس، جرب وقول لنا. بتتفسح خدنا معاك، احنا بنحب نشوف الاماكن الكويسه. الموضوع مش صعب، الفكره كلها في ان انت يبقى عندك حاجه تقدمها. لان السفه بقى كتير، الواحد بقى بيتضايق لما يفتح السوشيال ميديا يبص يلاقيها عايمه بيتضايق. طبعا الحاجات دي اللي بتطلع ترند، فلازم تبقى عارف ان انت طالما عندك محتوى هادف انت مش هتطلع ترند في يوم وليله. عندك محتوى تافه هتطلع ترند في نفس اليوم. انا عايز اقول لك ان انت هتعمل الفيديو التافه وهتصحى الصبح تلاقي نفسك ترند، بس ترند في حاجه وحشه، الناس ما بتنساش. عندك حاجه هتطلع تقولها تعلمها لنا، مع الوقت هتبص تلاقي الناس كلها بتفتح فيديوهاتك وهي عارفه ان انت شخص كويس وبتقدم محتوى كويس. لكن لو انت طالع تعمل حاجات هبله فانت عارف هم هيقولوا عنك ايه سواء دلوقتي او بعدين. فلو انت حابب تدخل مجال اليوتيوب ومش معاك غير الموبايل بتاعك، متنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس، تكتب لي في كومنت تحت سؤالك انت عايز تعرف ايه بالظبط، عشان الفيديوهات الجايه انا هنزل لكم كام فيديو كده عن حوار اليوتيوب بالموبايل كله، ازاي تصور وازاي تظبط الاضاءه وازاي تظبط الصوت وازاي تفلتر الصوت وازاي تدمج الصوت تاني بعد ما تفلتره، والمونتاج على الموبايل والبرامج اللي احنا بنستخدمها في المحتوى والكلام ده. انا عارف ان القناه بتاعتي مش كبيره وممكن انا مش الشخص اللي انت مستني تتعلم منه حاجه، بس انا عايز اقول لك ان انت دايما المعلومه الصح هتاخدها من اصغر قناه على اليوتيوب، فما تستقلش بالقنوات الصغيره. المعلومه الصح انا والله باخد المعلومه الصح من اصغر قنوات على اليوتيوب. لو انت عايز تبدا يوتيوب اكتب لي في كومنت انت عاوز تتعلم ايه بالظبط، اي حاجه لها علاقه بالتليفون، سواء التصوير، المونتاج، الاضاءه، الصوت، الصوره المصغره، الكلام ده. انا بعمل الصوره المصغره على الموبايل على فكره، انا اتعلمت الفوتوشوب وكنت بعمل الصوره المصغره على القناه القديمه بالفوتوشوب على الكمبيوتر، بس حاليا انا بعمل الصوره المصغره على الموبايل. شوف الفيديوهات بتاعتي كل الصور المصغره اللي معموله دي بالموبايل. فبالموبايل انت تقدر تعمل قناه يوتيوب ناجحه باذن الله طالما عندك محتوى كويس وطالما مكمل فيه. انا بس حبيت ادردش معاكم النهارده واعرفكم ان احنا جبنا كاميرا الحمد لله في القناه، وان شاء الله هنبدا نصور بيها باذن الله بعد كده. فلو عندك اي سؤال اكتبه لي في كومنت وانا هجاوبك ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، واعرفك ازاي تعمل كل حاجه بالموبايل ومش هتحتاج الكمبيوتر في حاجه صدقني. بس ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك حد محتاج يعمل قناه يوتيوب شير له الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.